اوعى تقولها تاني، الكلمة دي بتخرجك من الملة. في ناس بتقولها وهي بتهزر، وفي ناس بتقولها وهي بتضحك، بس محدش واخد باله ان الكلمة دي ممكن تكون اخر كلمة بينك وبين الاسلام. ناس تقولك يا ديني، وناس تقولك امي، وناس تقولك عليا الحرام، او يجيب الدين وسط شتيمة وسط هزار، تعبير عن الغضب او الضحك. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية دي نزلت على ناس قالوا كلمة وافتكروها إنها هزار، بس ربنا ما اعتبرهاش هزار ولا قبل اعتذارهم حتى. الدين مش لعبة، والكلام اللي فيه ربنا مش مساحة تهريج. كلمة واحدة ممكن تهد كل اللي بنيته في حياتك. خلي بالك، الدين مش مادة كوميدية، ومفيش حاجة اسمها أنا مش قاصد. الملائكة بتكتب كل حرف، وربنا سبحانه وتعالى بيحاسب على كل لفظ. رسالة لكل واحد بيجيب سيرة الدين في الهزار: راجع كلامك واحترم دينك، علشان ما تصحاش تلاقي نفسك بره من غير ما تحس. انشرها، يمكن ربنا يهدي بيك حد قبل ما يفلت منه زمام لسانه. سلام.